في كل مكان هنا في الفريميجيا ومنطقة الكوربانارد. المعقل الأسطوري لجمهور الوداد في تشامبيونز ليج، الانتصار ودادي هنا في الدار البيضاء 1-0. يأتيك يا عادل يا رمزي، ماذا حضرت لهذا الرياضي اليوم؟ الحذر ولكن الضغط مهم. هنا العطية من أيوب، الواقعية مطلوبة والثقة بالنفس كذلك مطلوبة على القائم الأول. ممكن الثاني ملعوبة هنا الكرة الراسية بعد تنفيذ التماس. أحناش يرفع كرة الراسية، ممكن جول ولكن الحكم أشار إلى وجود وضعية التسلل. بلا نقاش، هل يحتسب الهدف للوداد في الدقيقة ولكحل والمياغري وبقية أسماء؟ مشاهدينا الكرام، ماذا يقول الحكم؟ نعم، هو الجول الأول للوداد الرياضي. العملود يمنح الأفضلية ويأتي بالخبر السار مبكرا للجماهير الحمراء. 1-0 الوداد، لا وجود لوضعية التسلل. الفار دقق، الفار بالموسم الحالي ولكن حتى في المواسم الماضية فعلا أداء يشرف يا ليمن. الاستلام بهذه الكيفية ممتازة، تمريرة ذكية. هنا لا زالت النسور الذي حلق في سماء تونس لما فاز بالكان. إلى أين ستبحر بنا البحر في مباراة اليوم؟ سفينة الوداد كتيبة الرجاوية هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية ما فيهاش تسلل، استحضارا لاسم أفلوح. لحظة التسجيل بينما كرة الراسية ولكن المنتصر الحتيمي فيها عرضية والمتابعة من الدفاع على جهة اليسرى لعناصر فريق الوداد الرياضي فيها عرضية وتقل عن 72% الكرة أمامية بالراس لكن أيضا بأقل مجهود لأنه يعرف ماذا ينتظر، يعرف الحوار للتنفيذ. هذه الكرة الماضية في نقاش مع يحيى، من سينفذ؟ من سيرفع هذه الكرة؟ أحناش بل سيسددها ولكن عالية، مرت مباشرة تمر عالية بعيدة تماما عن مرمى الحارس أوجو. المنافذ بين انطلاقة العرضية والمطيع بسهولة يتابع هذه الكرة في الفريق النيجيري بحكم أنه معدل أعمار لاعبيه فالإنبا تلعب يوم الأربعاء. بينما العرضية الثانية ممكن ولكن سفيان يراوغ. بوسفيان يبحث عن الحل في عرضية ولكن المتابعة بخصوص الاستقبال في المغرب. بينما انطلاقه من بوسفيان يحطها، ممكن الثاني والتيف لتنفيذ هذه الضربة. يحيى في القائمة الثاني وبالراس والثاني جول. ثاني جمال حركاس يضع الكرة في المرمى. هذا هو الوداد يا سادة يا كرام، هذا هو الوداد بأقل مجهود يسجل الثاني أمام فرحة الأنصار. مركب محمد الخامس مع أحلى جمهور مع هشام بوسفيان يتحصل على الضربة الحرة. هذه الإعادة مرة أخرى. جبران الفنان، جبران المبدع، جبران التاريخي، جبران من المراوغة الثانية يدخل بوسفيان. يحيى عطية الله كثير العطاء كثير السخاء. ما هذا السخاء وما هذا الجمال؟ عواتي يستخلصها بعد ذلك جمال حركاس. هنا لا زالت ودادية. العملو يدخل في منطقة الجزاء ولكن هذه الإعادة مجددا. هذه فيها بطاقة صفراء. في الثاني الآن الكلمة تعود لأمين السبتي في الاستوديو والتحليل. توغل يحيى عطية الله المسكنة واضحا وبالتالي هذه حتى يبدو لأحناش مرة أخرى لينفذ هذه الضربة. هشام بوسفيان ولكن الكرة مرة ثانية. الكرة الماضية اللاعب الذي تحول بالمناسبة للجهة اليمنية في هذه اللحظات مرفوعة على القائم الثاني الرأسية، ممكن جول. الكرة الماضية واضح الكرة تجاوزت الخط وبالتالي يرسل الكرة أمين أبو الفتح بالراس. عواتزي لا بوت يرفع كرة والمطيعة اللي تغيب عن الساحة في الشامبيونز وفي الكونفدرالية جانتي كوتوكو خاصة في دوري أبطال إفريقيا. ما أجمل الصورة بهذا الشكل. نعم مستوى لو لاحظتم ممتاز. هنا الرأسية إذا الأندية. لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين الخلفي قناة وداد الأمة.